اهلا بيكم، معاكم مغازي. في حلقتنا النهارده هنتكلم عن افضل 5 افلام اتصورت او بتدور احداثها في مكان واحد بس، وازاي المكان ده بيكون عنصر رئيسي في تكوين القصة وبناء التطورات الدرامية. هيكون معانا فيلم عربي ومصري مميز من ضمن ال5 افلام. خليكم معانا وما تنسوش الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد، ويلا بينا نبدأ. أول فيلم معانا فيلم رير ويندو، إنتاج سنة 1954، واحد من أجمل الأفلام اللي أخرجها الرائع ألفريد هيتشكوك. بتدور أحداث الفيلم حوالين المصور جيف اللي لعب دوره الممثل الرائع جيمس ستيوارت، اللي بيتعرض لإصابة في رجله أثناء تصوير سباق للسيارات، وده بيخليه مضطر يقعد 7 أسابيع في بيته محبوس على كرسي متحرك. الملل بياكله، وده بيخليه يبدأ يتسلى بمراقبة جيرانه من شباك شقته، خصوصا مع موجة الحر اللي خلت كل الناس سايبة الشبابيك مفتوحة. جيف عنده صديقة جميلة اسمها ليزا، بنت عيلة راقية وشغالة في مجال الأزياء، وكمان الممرضة العجوزة ستيلا. بينما هو بيراقب جيرانه بيبدأ يشك في جار غريب الأطوار اسمه ثورلد اللي مراته مريضة. جيف بيلاحظ تصرفات مريبة منه، صريخ في الليل، صوت زجاج بيتكسر، الزوج نازل ورايح جاي بشنطة تقيلة وسط المطر. بعد شوية ملاحظة بنضارته التلسكوب، جيف بيقتنع ان الراجل ده قتل مراته وقطعها حتت. الموضوع بيتطور لما ليزا وستيلا بينضموا للتحقيق الخاص ده مع جيف. من ناحية الإخراج، هيتشكوك كان عبقري في تقديم فيلم كله تقريبا من منظور شباك واحد. استخدم المجمع السكني كخلفية ديناميكية للحكاية، وده خلق إحساس واقعي جدا. المشاهد كلها مترتبة بشكل ذكي من غير ملل، بتنتقل بين الشخصيات بسهولة. السيناريو كان مليان تفاصيل صغيرة بتدي عمق لكل شخصية، حتى الجيران اللي ما كانوش جزء رئيسي من القصة. فيلم رير ويندو مش فيلم عادي عن جريمة وتشويق، ده كمان فيلم عن الفضول البشري وعلاقة الإنسان بالعزلة والخوف من الالتزام. الفيلم التاني معانا فيلم 12 Angry Men، تحفة الخالدة، إنتاج سنة 1957، إخراج المخرج سيدني لوميت وتأليف الكاتب ريجنالد روز. الفيلم أكتر من مجرد دراما قانونية عادية. المخرج قدر بعبقريته إنه يحول غرفة صغيرة فيها 12 راجل بس لمسرح مليان توتر وصراعات ومشاعر إنسانية حقيقية. القصة بسيطة لكن قوتها في تفاصيلها. هيئة محلفين لازم يقرروا مصير شاب متهم بقتل أبوه، قرارهم لازم يكون بالإجماع، وكلمة مذنب معناها عقوبة إعدام. من أول مشهد بنشوف المحكمة بهيبتها وضخامتها، بس بسرعة بينقلنا الفيلم لغرفة صغيرة جدرانها بتضيق مع تصاعد الأحداث. مفيش غير 12 راجل، وكل واحد فيهم جايب معاه أفكاره وتحملاته وانحيازاته. المحلف رقم 8 اللي قام بدور هنري فوندا هو صوت العقل والضمير، الراجل الوحيد اللي رفض يحكم بالموت على الشاب من غير ما يناقش الأدلة كويس، مش لأنه متأكد من براءته، لكن لأنه مؤمن إن حياة بني آدم تستاهل أكتر من تصويت سريع. بيواجه لوحده 11 راجل مقتنعين إن الولد مذنب، بس شجاعته وإصراره بيهز قناعاتهم واحدة واحدة. في المقابل عندنا المحلف رقم 3، الراجل اللي شايل جواه غضب شخصي بسبب مشاكل مع ابنه، وده مأثر على حكمه في القضية. وعندنا كمان المحلف رقم 10 اللي تحمله العنصري مخليه شايف الولد مجرم لمجرد انه من خلفية اجتماعية مختلفة. الشخصيات دي مش مجرد اسماء او ارقام، دي مراية بتعكس جوانب كتير من طبيعتنا كبشر. الفيلم بيورينا قد ايه المشاعر والانحيازات ممكن تعمي عيون الناس عن الحقيقة، بس في نفس الوقت بيأكد على قوة التعاطف وقدرته على تغيير المواقف. المحلف رقم 9، العجوز اللي حاسس بوحدة جار الولد العجوز، قدر يشك في مصداقية شهادته لأنه عارف الإحساس ده كويس. والمحلف رقم 5 اللي اتربى في نفس البيئة الفقيرة اللي جاي منها الولد، شاف حاجات محدش غيره كان بيلاحظها. من الناحية الإخراجية، سيدني لوميت عمل شغل عبقري. رغم إن الفيلم كله تقريبا في غرفة واحدة، قدر يخلي المكان يضيق علينا مع تصاعد التوتر، استخدام زوايا تصوير ذكية وإضاءات خافتة عشان تعكس الضغط النفسي اللي بيزيد على كل المحلفين. كل حركة كاميرا كانت محسوبة، وكل نظرة وكل صمت كان ليهم معنى. 12 Angry Men درس عن طبيعة البشر وإزاي إحنا معرضين نحكم بسرعة بناء على مشاعرنا وتحملاتنا، لكن في نفس الوقت عندنا القدرة على التغيير والتفكير بشكل أعمق. الفيلم بيقول لنا إن العدالة مش فكرة مجردة، العدالة إحنا والبشر بأخطائهم وصراعاتهم الداخلية هم اللي بيخلقوها. الفيلم الثالث فيلم ذا هيتفول ايت، انتاج سنة 2015، تأليف واخراج الرائع كوينتين تارانتينو. تخيل كده انك محبوس في مكان واحد مع ناس ما تعرفش عنهم حاجة، كل واحد فيهم عنده سر غامض وخبايا مش طبيعية. ده بالظبط اللي بيحصل في فيلم ذا هيتفول ايت. الفيلم بيدور كله في مكان واحد، كوخ معزول في وسط عاصفة ثلجية عنيفة، والكوخ ده بيبقى المسرح اللي بنشوف عليه كل الأحداث. القصة بتحكي عن مجموعة من الشخصيات، كل واحد فيهم عنده ماضي مليان غموض ودم. عندنا صائد الجوائز جون روث اللي راكب عربيته مع مجرمته المقبوض عليها ديزي،
ومعاهم الضابط السابق ماركوس وورن اللي لعب دوره سامويل جاكسون. العاصفة دي بتجبرهم يقفوا في الكوخ ده، وهناك بيلاقوا ناس غرباء كل واحد فيهم وراه حكاية مش مريحة. الفيلم كله بيحصل جوه الكوخ ده، وده اللي بيخلي التوتر يزيد مع كل مشهد. الشخصيات مش بس محتجزة بسبب العاصفة، لكن كمان بسبب الشك والريبة اللي بينهم. تحالفات بتتكون وبتتفك، ودايما في احساس ان اي حركة ممكن تولع المكان. الحوارات الطويلة والمليانة توتر هي السلاح الاساسي لتارنتينو هنا، كأن الكلام نفسه ممكن يقتل قبل الرصاص. الجميل في الفيلم هو طريقة تقسيمه لفصول، كل فصل بيدينا قطعة من البازل عشان نفهم الصورة الكبيرة. في فلاش باكات كتير عشان توضح حاجات فاتتنا، زي اللي شافته ديزي او نوايا المسافرين اللي كانوا في الكوخ قبل وصول الباقيين. الموسيقى التصويرية بتضيف لمسة كلاسيكية رهيبة وبتزيد الاحساس بالتوتر في كل مشهد. تارنتينو ما خيبش الظن وقدم فيلم مليان عنف ودم وفكاهة سودا كعادة افلامه. حتى مع طول الفيلم الاحداث مش بتخليك تزهق، لان كل مشهد فيه جرعة جديدة من المفاجآت والصراعات. الشخصيات كلها مركبة، مفيش حد بريء، وكل واحد عنده دافع بيخليه مستعد يعمل اي حاجة عشان ينجو. ذا هيتفول ايت مش مجرد فيلم ويسترن عادي، ده تجربة نفسية بتكشف قد ايه الانسان ممكن يكون عنيف وقاسي لما يتحط في ظروف صعبة. مكان واحد مع ناس غريبة وعاصفة بره، بس العاصفة الحقيقية كانت جوه الكوخ. الفيلم الرابع الفيلم الإيطالي بيرفكت سترينجرز، إنتاج سنة 2016، إخراج المخرج باولو جينيوفيوس. الفيلم أحداثه بتدور كلها في شقة واحدة. القصة بتبدأ لما 7 أصحاب مقربين من بعضهم بيجتمعوا في بيت الزوجين إيفا وروكو عشان يتعشوا سوا في ليلة خسوف القمر. الجو هادي وبسيط لحد ما إيفا بتقترح لعبة، كل واحد يحط موبايله على الطاولة وأي رسالة أو مكالمة تيجي لازم تتشارك مع الكل. فكرة شكلها بريء، بس الموبايل ده هو الصندوق الأسود لحياة كل واحد فيهم. الفيلم بيكشف إزاي كل واحد فيهم كان مخبي حاجات كبيرة عن التاني، وأثرت كتير على علاقات سرية أو مشاكل عاطفية. الشيء الحلو في الفيلم هو إنه بيستعرض لنا جانب الحياة اللي كلنا ممكن نكون مش قادرين نكشفه لأقرب الناس لينا. من ناحية التنفيذ الفيلم بسيط جدا في ديكوراته والأماكن اللي بيحصل فيها كل حاجة، كل التركيز على الحوار والتفاعل بين الشخصيات. اللعبة اللي في الفيلم زي ما تكون اختبار حقيقي للناس اللي حوالين الترابيزة، كل شخصية بتكشف جزء من شخصيتها بشكل تدريجي. فيلم بيرفكت سترينجرز فيلم عن الأسرار والعلاقات والتوترات اللي ممكن تطلع في أي لحظة. الفيلم الخامس الفيلم المصري بين السماء والأرض، تحفة سينمائية مصرية خرجت للنور سنة 1959، إخراج المخرج الرائع صلاح أبو سيف، تأليف الكاتب نجيب محفوظ، سيناريو حوار السيد بدير. أسانسير قديم في عمارة راقية على كورنيش الزمالك، مليان بناس ما تعرفش بعضها، فيهم الممثلة السينمائية الشهيرة اللي قدمتها هند رستم اللي بتحاول تظهر بصورة راقية، وشخص مجنون اللي قدمه عبد المنعم إبراهيم اللي بيحاول يهرب من واقع قاسي، وعريس عجوز بيبحث عن سعادة وهمية، وزوجة خاينة، ونشال، وطباخ بسيط، وغيرهم كتير. 14 شخصية وقصة محبوسين بين دورين حرفيا بين السماء والأرض. الأسانسير هنا مش بس مكان، ده رمز لمصر في فترة مليانة صراعات اجتماعية، برجوازية بتنهار وطبقات عاملة بتطلع للنور. الفنانة الشهيرة بتفقد هدوءها وبتصرخ بالعامية بعد ما كانت متقمصة دور السيدة الراقية، والزوج الخاين بيكتشف انه أضعف من انه يواجه الحقيقة، والعريس العجوز بيموت قبل ما يحقق وعده بالرجوع لمراته. المشهد العبقري هو لما يبدأوا يدركوا انهم ممكن يموتوا هنا، وهنا بس بيظهر الجانب الإنساني فيهم. النشال بيرجع الفلوس اللي سرقها، والناس بتتصالح مع نفسها، وكل واحد بيشوف الحياة من منظور مختلف، كأنهم كانوا محتاجين يقفوا على حافة الموت عشان يفهموا قيمة الحياة. صلاح أبو سيف أبدع في تصويره للفيلم رغم التحدي الكبير، مكان ضيق بس كاميراته قدرت تحكي قصص كبيرة. الحوار بين الشخصيات كان مليان كوميديا سودا بتكشف التناقضات في المجتمع. السيناريو اللي كتبه نجيب محفوظ وسيد بدير كان عبقري، أبطال الفيلم ملهمش أسماء، كأنهم بيمثلوا كل الناس. فيلم بين السماء والأرض بيحطنا قدام مراية تشوف فيها نفسك والمجتمع من غير رطوش، تحفة فنية بتعلمنا إن الحياة أوقات كتير بتتغير في لحظة صغيرة. المكان في الأفلام دي مش مجرد خلفية، لكنه بيكون عنصر أساسي في بناء القصة والتوترات اللي بتنشأ بين الشخصيات. قولولي أفلام إيه تانية بتحبوها كانت بتدور أحداثها في مكان واحد. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. استنونا الحلقة الجاية. سلام.